الدفاع. مباراة متكافلة. الفريق الإيراني في الدقائق الأخيرة خرج شوية على انكماشه الدفاعي، عمل شوية تغييرات حتى روح. والهدف الثاني، الهدف الثاني بالراس، جول 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 السفاح يونس محمود. يونس محمود يسجل الهدف المحمود. هذا هو السيناريو الموجود. الهدف الثاني لأهل بغداد، الهدف الثاني من يونس في 8 أهدافه. أنا لما أقول في تقديمي ليه في المباراة أنه قد يسجل أغلى هدف ليه بعد هدف النهائي. 2 العراق 1 إيران. 2-1. هذه فرحة يونس محمود، هذه طريقة يونس محمود. الحمد لله على الأقل تعب البارح بعد ماتش تونس وزامبيا وتزيدونا 120 دقيقة. الحمد لله على الأقل نخرجوا فرحانين. تعبي وتعبكم ما يمشيش خسارة، تعبي وتعبكم ما يمشيش خسارة. درغام يصنعها والراسية تكتبها، والعراق تتفادى حاليا ركلات الحظ باللوترية. ماتش العراق قلت أكثر من مرة، راضي شنيشل بالتغييرات غير شكل المباراة. مباراة العراق نصف نهائي تاريخي يقرب المنتخب العراقي.